وهي بالفعل بتلعب باتيناج احسن مني مليون مره. بس الفكره في حد ذاتها، لعبه الباتيناج لعبه سهله ولا صعبه؟ ممكن اي حد يتعلمها ولا لا؟ طب لو انا كبير في السن اقدر اتعلم باتيناج ولا مش هينفع؟ طب انا عندي ولادي يتعلموا هم عندهم كام سنه؟ الاسئله دي كلها هنعرفها من ضيوفي اللي بيشرفوني. وخلونا ارحب بالضيفه النجمه بتاعتي النهارده، هايا نظمي. هلو، ازيك؟ الحمد لله عامله ايه؟ كويس. عندك كام سنه؟ 6. 6 سنين صح؟ اه اوكي. كمان برحب بضيفتي كابتن اسماء اشرف، مدربه الباتيناج. اهلا وسهلا بيكي، أهلاً بيك. شرفاني منوراني. ميرسي. وهبدا بيكي واقول لك الباتيناج هل هي لعبه لها مواصفات خاصه للي يمارسها ولا لا؟ شور. هي الفكرة كلها ان هي رياضة زي اي رياضة. بنحب ناخد البنات. هي مقتصرة على البنات للأسف. بس هو في المفروض يعني بنات وولاد، بس عشان احنا مجتمع شرقي ولد ما ينفعش يلعب باتيناج عشان كده يعني. بس مش بدل ما يقع لما يجي يلبس الباتيناج فيبقى شكله وحش؟ لا، علشان هم بيقولوا ان هي لعبة مايسة شوية، فولد ما ينفعش. الباتيناج لعبة مايسة؟ بس عشان احنا ارتستيك. بس فبناخد البنات في سن، بنبدأ من 4 سنين. بنبدأ نأهلهم بيجنر ستيج، بنبدأ نأهلهم نعلمهم الأول يمشوا أصلا. تمام. بعدين يبدأوا كده يعلوا بالليفل بتاعهم. فالمواصفات لازم يكونوا ان هو بنرجح ان هم يلعبوا جمباز جنبيه. كويس. عشان المرونة أهم حاجة بالظبط. عامل مهم قوي يعني. والرشاقة عشان الجامبس يعرفوا ينطوا عادي وكده. تمام. فديت من العوامل المهمة يعني. كويس. طيب الحركات اللي موجودة في الباتيناج هل ليها زي ما بنقول في أي لعبة رياضية عشان تتعلمي حركة ليها الخطوات التعليمية بتاعتها؟ مرحلة أولى، مرحلة تانية، مرحلة تالتة. إيه هي الخطوات اللي بتعمليها مع البنات أو الخطوات الأساسية علشان يوصلوا إن هم يأدوا حركة زي الحركات اللي إحنا شفناها؟ طيب هو الحركات عندنا متقسمة حركات ثبات، حركات فيها جامبس بينطوا من على الارض، وحركات دانسز في النص ارتستيك. فالثبات بنثبت الاول الحركات، ان احنا الاول الستبس يعني ان احنا الاول بنثبت على السور. كويس. واحنا ماسكين السور. تمام. شويه شويه نبدا نسيب السور. كويس. شويه شويه نبدا نعملها واحنا ماشيين. تمام. نعد في سرنا 1 2 3. شويه نعد لحد 5، شويه بنعملها واحنا ثابتين طول الملعب مفيش مشكله. تمام. فكل ده بيجي بالتدريج. ده بالنسبه لحركات الثبات. اما الجامبس فالاول بننط واحنا واقفين من غير باتيناج بالشوز عادي في التراك. كويس. بعدين نبدا نلبس الباتيناج ننط. طبعا الباتيناج تقيل عليهم كمان. طبعا ساعات بنلبس ويتس في تقالات في رجليهم، اكياس رمل يعني في رجليهم وينطوا في التراك بيها. بعدين يبداوا يلبسوا الباتيناج بيحسوا ان هم خفاف او هم خلاص اتعودوا ان هم ينطوا بويت. كويس. بس بعدين يبداوا ينطوا هم ماشيين. الجامبس في طبعا كل جامب ليها طريقه، ليها مختلفه الخطوات بتاعتها. تمام. دي البيسك يعني. كويس. هيا قولي لي انت بالك قد ايه بتلعبي باتيناج؟ 2 years. سنتين؟ ده كان عندك 4 سنين. لا صح؟ انا لما ابتديت كان عندي 5 سنين. وانت دلوقتي عندك كام سنة؟ ابتديت بطولة 5 سنين. أيوه. دلوقتي انا عندي 6 سنين. 6 سنين. قولي لي الباتيناج سهل ولا صعب؟ يعني وقعت كم مرة يعني؟ ما اعرفش بس يعني لما تبتدي بتكون صعبة شوية. لما تعملي كتير تكون سهلة. بعدين لما تعمليها اكتر وتتمرني كتير حتى من غير الكابتن تقولي لمامي انا عايزة اروح. حتى لما يكونش عندك حاجة تروحي تتمرني كده هتكوني يعني هتكون سهلة ليكي. تمام. الفيديو ده بتاع مين اللي احنا بنتفرج عليه دلوقتي؟ بتاعي انا. بتاعك انت. قولي لي انت كنت بتعملي ايه هنا؟ دي كانت بطولة؟ وعملت ايه؟ احكي لي كده انت بتعملي ايه هنا؟ بعمل سبين دلوقتي. بعدين بعمل فيجر هاف داون دلوقتي. بعدين هنا طولب. كويس.
مين اللي بيختار لك الحركات دي؟ انت اللي بتختاريها ولا الكابتن؟ كابتن. الكابتن هي اللي بتختار لك الحركات دي؟ مفيش حركه مثلا انت بتحبيها تقولي للكابتن يا كابتن انا عايزه اعمل حركه تانية؟ انا بقول لها ايه انا عايزه اعمل ايه يعني في الستارت، ولما اخلص يعني هي بتختار لي برضه، وانا بقول لو عجبتني ولا لا. طب مامي وبابي رايهم ايه في الباتيناج؟ كانوا موافقين انك انت تلعبي باتيناج ولا كانوا معترضين؟ لا كانوا موافقين. موافقين. هم اللي قالوا لك روحي العبي باتيناج ولا انت اللي قلتي انا هلعب باتيناج؟ انا كنت عايزه العب باتيناج. طب ليه كنت عايزه تلعبي باتيناج؟ عشان كنت حاساها لعبه حلوه. انت حاسه انها لعبه حلوه ولقيتيها لعبه حلوه؟ بس هي مش لعبه جماعيه. مش لعبه جماعيه. انت بتحبي اللعبه الجماعيه؟ لا مش قوي. ما بتحبهاش؟ بحبها، بس لو كان باتيناج لعبه جماعيه كنت هحبها اكتر. طيب قولي لي وانت بتلعبي الباتيناج مثلا عملتي حركه غلط، الكوتش بتقول لك ايه؟ الكابتن بتقول لك ايه؟ الكابتن بتقول لي اتمرني عليها. بتتمرني فين بقى؟ بتمرن في الملعب. في الملعب. ما بتروحيش تتمرني في البيت؟ لا خالص. خالص. جميل. كابتن ازاي بنستعد للبطوله؟ يعني من خلال كل حاجه، استعداد من البطوله، من خلال حركات، من خلال لبس، من خلال ميوزك، من خلال كل الامور، استعداد كامل. هو بنبدا اصلا شغالين طول السيزون، شغالين حركات عادي. اوكي. كل الحركات بناخدها بنتمرن عليها بحيث انه يبقى البنات عارفينها from A to Z. بعدين لما بيبلغونا انه في بطوله في الوقت الفلاني بنبدا بقى الهيصه الكبيره. نبدا اول حاجه باختيار الميوزك. هي ومامتها بيقعدوا مع بعض يختاروا، بيسمعوني حلوه لا مش حلوه. لا يعني الميوزك ده تخصصهم هي ومامتها؟ اوكي. يعني الاسره ليها دور. اوكي. ده والكوستيومز، الكوستيومز اللي بيلبسوها برضه. يعني مثلا هايا اول ميوزك عملت عليها كانت ايه؟ I'm a Barbie girl. باربي جيرل. فكانت لابسه عليها كوستيوم ابيض مش عارف ايه، واصلا كوستيومز مكلفه جدا. تمام. فالاهل بيتعبوا معانا جدا في الموضوع ده جدا. والسكيتس نفسها مكلفه. طبعا. بس بعدين بقى بنبدا بحط انا الاول لاي اوت للسولو هيبقى عامل ازاي. حركات بنقسمها بطريقه معينه، يعني حركه ثبات جامب ارتستيك، ثبات جامب ارتستيك. تمام. بعدين نبدا بقى نحاول نركب ده على ده. في النص بقى وانت شغال بتلاقي انه يعني في حته مثلا معينه ممكن ننفع نعمل فيها فيجرز بايدينا، جاست دانس كده يعني. بنحطها هاي من نفسها تيجي تقول لي هي الميوزك بتاعتها دلوقتي تحت 8 سنين حاجه لياني حاجه بالمزمار. فهي حبت ان هي تحط. بتحبي ياني؟ تحبي الموسيقى بتاعت ياني؟ ما اعرفهاش. ما تعرفيهاش؟ لسه شغاله عليها الميوزك بتاعتك دلوقتي. جميل. ما هي مامي شكلها اللي اختارتها صح؟ طيب تمام. اوكي. بس هي حست ان الحته ديت فاضيه وممكن نعمل حاجه بايدينا، فحبت تعمل اكنها بتلعب مزمار. بس بنبدا بقى نتمرن على السولو مره واثنين وثلاثه. في الاول الحركات ان هي تركب على السولو على الميوزك، مثلا الميوزك هم بسنهم دقيقه ونص. فان انت تركب ده على دقيقه ونص فتحس ان هم الميوزك ممكن تخلص هم لسه شغالين. كويس. مع البراكتس مع التمرين مره في مره في مره بيبدا يعملوها مظبوطه اكتر واكتر، بيبداوا يخلصوا قبل. فلما بيخلصوا قبل بنبدا بقى نحط حركات كمان زياده. كويس. فكله بالتمرين بيجي وكله بالوقت بيجي بس هو هل محتاجه توافق كامل ما بين اللبس والمزيكا والحركات والاعداد النفسي والاعداد البدني والاعداد الاكلي التغذيه والامور دي كلها؟ مش بيسمعوا كلامي في موضوع الاكل ده خالص. بحاول يعني، لكن طبعا هو محتاج انه ننام. يعني مثلا يوم البطوله ده سبيشالي ان هم صغيرين لازم ننام بدري، لازم قبلها نبقى واكلين هيلثي قوي علشان ما نبقاش تقال. لازم نصحى بدري، لازم يروحوا للكوافير يعملوا شعرهم. يبداوا بقى يعني مثلا ميوزك. اختي
هي برضو كانت لعيبه ودلوقتي مدربه. كانت عملت في مره من المرات على اغنيه ام كلثوم انت عمري ميوزك بس. فعملت الكوستيوم بتاعها حاجات ليها علاقه بالستايل ده. انا مره عملت على زوربا لما كنت بتلعبي. لما كنت بلعب كويس. فعملت كوستيوم يوناني. بالمناسبه هل في فرق ما بين اللعب كلاعب ومدرب؟ خالص مفيش فرق. يعني انا بالنسبه لي يعني احنا كل المدربات كانوا لاعبات. فانا المدربه بتاعتي كانت لاعبه، بعدين بقت مدربه، دلوقتي لما انا بقيت مدربه هي بقت مدير فني. تمام. فكلنا اصلا فاهم نعرف بعض، فمش بنحس انه انا الكوتش ولا، او ايام ما كنت لاعبه حاجه دلوقتي حاجه لا. يعني لغايه دلوقتي بحب انزل البس معاهم الباتيناج عشان برضه لما بيشوفوا بعينيهم اكيد غير لما يسمعوا بودنهم. اكيد. طيب احنا في فيديو المفروض هنشوفه من اللاب. اوكي. ديت الليله الكبيره. طب حاسبي عشان المايك بس. طب خليكي انت قاعده وقولي لي. سبيس. تمام. ديت الليله الكبيره كان مهرجان عندنا في نادي المعادي سنه 2006. ده انا كنت الاراجوز. بنتكلم حاجه من 7 سنين مثلا. كان المهرجان كان مشارك فيه كل اللعبات. جميل. بس اهو ده مثلا احنا عاملين الكوستيوم مناسب مع الميوزك مع الدانس. قولي لي الباتيناج في كذا ديزاين فيه. صح؟ ما هم بيجنرز، هم صغيرين لسه في الاول. مش بنحب ان احنا نجيب حاجه مكلفه قوي علشان خاطر ما يبقاش لود على البيرنتس، يعني ما بنبقاش لسه عارفين البنت هتكمل او لا. بس تمام. بعدين بقى بنبدا نجيب حاجات بروفيشنال اكتر. بنبعت نجيبها من ايطاليا لانها للاسف مش موجوده في مصر. طيب هايا ايه رايك في الفيديو ده؟ حلو قوي. بيعجبك؟ مش ناويه تعملي حاجه زي دي؟ لا ممكن. ممكن تعملي على نفس الاغنيه دي ولا اغنيه ثانيه؟ لا اغنيه ثانيه. اغنيه ثانيه هتدخلي فيها الاراجوز برضو؟ لا. امال هتعملي ايه؟ ما اعرفش. هاي عملت السنه اللي فاتت ابريق الشاي. طب انت عملتي ابريق الشاي؟ انت ما عملتيش ابريق الشاي؟ لا ما عملتش. انت عملتي ايه؟ الباتش اللي قبليها. لا لسه اسماء ما عملتش مهرجان. يبقى احنا هنعمل مع هايا حاجه قريب ان شاء الله. الباتش اللي قبليها عملت بيهم ابريق الشاي. كويس. وقبليها عملت على جماعيه، عشان كده هايا بتقول لك هي مش لعبه جماعيه عشان هي لحد دلوقتي كله سيلوهات بس لسه. طيب هي فكره بقى لما بنيجي نجمعهم كلهم مع بعض هل محتاجين شروط معينه؟ لا يعني بيبقى هو التيم بيبقى كله سنه قريب او جسمه قريب او كده، فدي مش بتبقى ديت المشكله ان انت تخليهم كلهم يرفعوا وينزلوا في نفس الوقت. ينطوا في نفس الوقت. يسمعوا انه بتبقى مثلا 12 بنت فاللي في النص هي اللي بتعدلهم. فلا يعني الرقصه الجماعيه بتاخد بقى مجهود مختلف تماما عن السلوهات. كويس. تمام. طيب يا هايا مساء الخير انا معاكي. اوقف الفيديو ده؟ بس عشان بالمناسبه مش عشان الكابتن عماله تشاور لي تقول لي وقف الفيديو. قولي لي بقى وانت بتلعبي بالباتيناج كويس ما بيجيش مثلا بنت زميلتك تقول لك تعالي نلعب سوا فتلعبوا سوا تعملوا حركات سوا كده؟ انا وانا صاحبتي كنا زمان مع اسماء برضو. زمان دي من 10 سنين مثلا؟ لا ما اعرفش. يعني كنا داخلين عن اسماء بس لعبنا شويه يعني، وبعدين اسماء انا وصاحبتي. كويس. كنا اسماء كانت بتمرنا سولوهات بس واحنا ماشيين ورا بعض. اسماء دي المدربه؟ ايوه. كوتش. حلو. وبعدين هي كانت بتخلينا نعمل السولوهات برضو بس ورا بعض عشان نعرف نعمل
كويس جميل. لما نيجي نعمل السولو. طيب هل ماما بتلعب معاكي باتيناج او بابا بيلعب معاكي باتيناج؟ لا ها؟ لا، هي اسماء بس. ها. التمرين اللي فاتت انما ماما وبابا ما كانت بيعرفوش يلعبوا اسماء. باتيناج. لا. انت كده احسن منهم صح؟ شاطره عنهم. ما فكرتيش تعلميهم وتبقي انت المدربه بتاعتهم؟ لا مش عايزة. مش عايزه. طب ايه رايك ممكن كل الناس اللي بيتفرجوا علينا ممكن يلعبوا باتيناج ولا صعب؟ ممكن. ممكن؟ طب كابتن اسماء عشان الوقت خلاص خلص، هل ممكن ان اي حد يلعب باتيناج في اي مرحله سنيه ولا ليها شروط معينه؟ هو يعني طبعا ما فيش restrictions قوي، بس اللي يفضل ايه، يعني احنا بنتكلم في اللي عايز نتيجة. يعني ممكن اي حد دلوقتي ينزل يعني حضرتك ممكن تلبس باتيناج وتنزل. لا انا بلعب باتيناج. اوكي فهي ملهاش شروط، بس ان انت تلعب artistic roller skating لا ده صعب. بالظبط، يعني هو ممكن اي حد يلبس باتيناج وينزل ويلعب ويجري. يعني نقدر نقول للناس كلها ان ممكن تمارسوا رياضه الباتيناج. بس يعني لو عايزين نتيجة او بطولات زي هايا او ان احنا نبقى متفوقين او كده، نحب نبدا من سن صغير مع الجمباز. طيب هايا احنا خلصنا الحلقه خلاص واصحابك شافوكي دلوقتي، بس انت عايزه تقولي ايه لكل الاطفال اللي بيتفرجوا عليكي اللي هم ما يعرفوكيش غير صحابك؟ تقولي لهم يلعبوا باتيناج ولا تقولي لهم حاجه تانية؟ لا ممكن. ممكن ايه؟ ممكن يلعبوا. احنا ممكن لو عند حد يعني عنده 3 years بيلعب باتيناج كويس، يعني بيعرف يمشي كويس، ممكن ندخله عادي. جميل. ويجي يلعب معاكي زي اخويا يعني صغير بيلعب كرة كويس، ومامي في الكرة بيقولوا ان لو مثلا حد عنده 2 years بيلعب كرة كويس ممكن يدخل من غير يبقى عنده 3 years. جميل. يعني ممكن اي حد عنده 2 أو 3 سنين يبتدي يلعب كرة او يلعب باتيناج او يلعب اي لعبة تانية صح؟ طيب بس لو هو كان بيعمل حلو. لو هو بيعمل حلو. طب ولو بيعمل وحش ممكن يتمرن ولا صعب؟ لا ممكن يجي يتمرن، بس هيبتدي على 4 سنين. عند 4 سنين. طيب انا المفروض الحلقة خلصت والمفروض ان انا اللي اختم دايما خلاص، واقول للناس استنونا يوم الجمعة والسبت والحد والاثنين من 4 ل 5 والاعادة من 2 ل 3 الصبح. انا بقول كده على طول صح عشان اختم الحلقة، فانا عايزك انت اللي تختمي الحلقة بقى. انا مش عايز منك غير حاجة واحدة بس. تقولي ايه؟ تقولي لهم باي باي واتفرجوا على شباب على الهوا بس. انا مش عايز اكتر من كده. وادي الكاميرا بتاعتك اهي بص الكاميرا ايوه اللي منوره ديت. قولي لهم باي باي اتفرجوا على شباب على الهوا. وباي باي باي اتفرجوا على شباب على الهوا. باي باي. اعرف اخبارنا وشاهد برامجنا بث مباشر على موقعنا. المصطفى
هو السلام ليه اختفى؟ صرخ اليمن